الخير كي تتبسم الأكوان ونفخر أننا كالصبح يوقظ غفلة الوسنان. معا نسعى بحب الخير كي تتبسم الأكوان ونفخر أننا كالصبح يوقظ غفلة الوسنان. ينير الدرب يدلي ظلمة الأعماق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته وأفضاله وآلائه تتم الصالحات وبجميل فضله يتعلق الرجون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال في محكم تنزيله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رسول الله أرسله الله بالهدى ودين الحق فقال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فاللهم صل وسلم على هذا النبي المعلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحباب، أحمد الله تعالى إليكم إذ هيأ لنا هذه اللحظات، وأسأله تعالى أن يجعلها لنا ولكم في الدنيا نافعات ويوم القيامة شافعات. اللهم بارك لنا في الأوقات وأصلح لنا الساعات، واختم لنا اللهم بالباقيات الصالحات، واجعلنا اللهم من أهل الجنات، فاللهم آمين. وقفتنا هاته مع الميزان ما تزال متواصلة، ولأننا نوقن ونحسب جازمين إن شاء الله أن مشكلة أمة الإسلام اليوم ليست مشكلة كما يصورها أو يحاول أن يسوقها لنا بعض الخبراء الذين يطالعوننا على قنوات وفضائيات العالم، فيخرج علينا خبير اقتصادي يخوف الناس بالجوع، ويخرج خبير آخر يخوف الناس فأمة الإسلام أيها الأحباب، أمة الإسلام ثرواتها طائلة، لكنها تعيش كما قال علماؤنا عليهم الرضوان: أرض من ذهب لكن الذي يمشي عليها فقر يمشي على أرض من ذهب. فالمشكل إذن ليس في الثروة الطبيعية، المشكل إذن ليس في الثروة حتى البشرية، فإن عدد النسمات عند المسلمين يعني عادة مرتفع، بل أكثر من ذلك، إن الشباب والشابات في المجتمعات الإسلامية عددها يرهب أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. فأين المشكل إذن؟ المشكل أن هذه الطاقات كلها ما تزال كامنة، ما تزال خاما هامدا لا يحرك ساكنا إلا فيما عز ونذر مما بشر به المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن هذه الطائفة التي تبقى قائمة لا يضرها من خالفها إلى يوم الدين. إن حديثنا هذا ووقفتنا هاته إنما الغرض منها أيها الأحباب أن يتبين المسلم وقد مالك كل هذه الثروات أن أزمته هي أزمة ميزان. ما هو ميزانك أيها المؤمن؟ بماذا تزن أمورك؟ هذا الميزان أيها الأحباب إنما يدركه المسلم حينما يتحقق أو تتحقق فيه عملية التزكية والتربية والتنشئة المطلوبة. إن أجدادنا أيها الأحباب أثناء الاستدمار الفرنسي، اسمحوا لي على هذا التعبير على كل حال فإنه استدمار وليس استعمار، أثناء الاستدمار والاستخراب الفرنسي وبعد الاستقلال أو بعيد الاستقلال وإلى تاريخ متقدم، استطاعوا رغم الأمية التي كانت متفشية والتي يعزى سببها الأول إلى هذا المستدمر، رغم الأمية ورغم قلة ذات اليد، إلا أنهم استطاعوا أن يخرجوا رجالا ونساء على درجة من العلم والخلق والتزكية، رغم كونهم كما ذكرنا لم يدخلوا إلى جامعات. إذن ماذا فعلوا؟ إنهم اطلعوا بالمنهج بالأسلوب الثاني للتربية والذي سبق وأن عرفناه: ربوا بالقدوة، فقد تلقوا تعاليم الإسلام من أسلافهم ولقنوها لأبنائهم بالممارسة والمعاملة، فحققوا مسألة التزكية ولو بنسب ضعيفة أو قليلة لكنها موجودة.
الشيء الذي يكاد ينعدم فيما تخرجه وتنتجه الأسر المسلمة اليوم. تحدث الشاب عن أركان الإسلام، تحدث الشاب عن ضروريات ما سماه علماؤنا وفقهاؤنا المعلوم من الدين بالضرورة. تحدث الشاب، بل أكثر من ذلك تحدث حتى المتعلم، فلا يجيبك إلا نادرا، إلا قليلا. وكل ذلك ما سببه أن عملية التزكية الجهد المطلوب فيها أيها الأحباب ما يزال ناقصا. إن التزكية أيها الأحباب جهد عظيم يجب أن ينصب على نفس الإنسان المسلم حتى يستطيع أن يتأهل لأن يكون عبدا لله عز وجل. حتى إذا ما وضعنا بين يديه المسؤوليات والأموال أداها بكل صدق وأمانة واقتدار، وإلا فإنه سيقع هذا الذي عم وطم بأمتنا والعياذ بالله. لا يعبث إنسان أيها الأحباب، لا يعبث إنسان في عالم البناء مثلا فيقول لنا إنني سأبني بيتا أو منزلا في أسبوع، لن يصدقه الناس، بل إن الناس سيضحكون منه. لا يعبث إنسان فيقول مثلا إنني سأؤلف كتابا في يومين. أهل العلم وأهل الصنعة وأهل هذا الفن سيضحكون منه، لأن الكتب لا تؤلف في يومين. إن البناء الذي نتحدث عنه أيها الأحباب ليس بناء منزل. إن التأليف الذي نتحدث عنه ليس تأليف كتاب. إن التزكية هي هذا البناء، لكنه بناء إنسان، وما أشده وأعظمه وأثقله من عمل. إن التزكية هي تأليف لكن ليس للكتاب، إنها تأليف لنفس بشرية صلتها الدائمة والمستمرة بالله تبارك وتعالى كما ذكرنا حيثما حلت أو ارتحلت. وهذا العمل أيها الأحباب لما أراد الله عز وجل أن يطلع به علم الإنسان، خلق الإنسان وعلمه البيان، ثم اصطفى من هذا البشر خير البشر وأصفاهم وأنقاهم وأتقاهم، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكلفهم بمهمة التزكية والتربية والتنشئة، وأيدهم بالوحي وبالمعجزات. وقد يبعث النبي يوم القيامة ومعه النفر، وقد يبعث النبي يوم القيامة وليس معه أحد. بعض أنبياء الله ورسله بعثوا ولم يتبعهم أحد، لم يصدق بهم أحد. سيدنا نوح عليه السلام الذي عاش في قومه 100 سنوات، مدة دعوته 9 قرون و50 سنة. هذه 9 قرون و50 سنة مدة الدعوة، مدة القيام بوظيفة التزكية، مدة تربية المجتمع الذي كان يعيش فيه على الميزان، ميزان الصلاح والعمل الصالح. كم تبعه؟ القرآن يقول لنا فما آمن له إلا قليل. كم هو هذا القليل؟ المتتبع لهذا العدد يوجد في التفاسير وعند كلام العلماء يوجد أعداد. أكثر عدد، أكبر عدد ذكره العلماء من الناس الذين اتبعوا سيدنا نوح عليه السلام هما 80 واحد، 80 إنسان. هذو اللي كثروا قالوا بلي تبعوه بزاف، يعني 80 إنسان. إن عملية التربية والتزكية أيها الأحباب حتى لما يقوم بها النبي مؤيد بالوحي والمعجزات قد يقل المتبعون، فما بالك حينما لا نقوم بها بالمرة؟ فما بالك حينما لا يقوم الأب والأم بتزكية وتصفية وجعل هذه النفس نتاع الابن نتاعو ولا البنت نتاعو موصولة بالله عز وجل؟ ما بالك حينما لا يقوم بها؟ فلننظر إلى النتائج الكارثية التي تعيشها أمة الإسلام في أخلاقها حينما تفتقر وتفتقد هذه الوظيفة الحساسة والخطيرة جدا. لذلك أيها الأحباب إن عملية بناء الإنسان ومحاولة الأخذ بيده
حتى يصل إلى ربه وهو عنه راض، وهو عنه يعني وهو عنه راض. هذه العملية ليست بالسهلة، علينا أن نأخذ بسبب من الله. وما معنى أن نأخذ بسبب من الله؟ يعني أن نستعين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نلتزم بميزان الصلاح والإصلاح. ذلك كفيل بعد عون الله عز وجل بأن يحقق ثمارا ننشدها، وقد بشرنا بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب ربنا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدنيا ونمضي في تفانينا، ونمضي في تفانينا، معا نسعى بحب الخير كي تتبسم الأكوان، ونفخر أننا كالصبح يوقظ غفلة الوسنات. معا نسعى بحب الخير كي تتبسم الأكوان، ونفخر أننا كالصبح يوقظ غفلة الوسنات. ينير الدرب يدلي ظلمة الأعماق